وأحسن الله عزاءكم، وغفر الله لفقيدكم وشهيدكم، وأفرغ الصبر والسلوان على قلوبكم، وكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى شرف النبي وإلى روحه الفاتحة مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا تنظر إلى شكلي فشكلي قد لا يعجبك، ولكن انظر إلى عقلي فعقلي قد يبهرك. ليس عندي من المال ما يشبعك، ولكن عندي من الشعر ما يطربك. ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. الناس أخلاقهم شتى وإن جبلوا على تشابه أرواح وأجساد. آمنت بالله إيمانا عرفت به أن الزمان على الباغين دوار. آمنت بالله إيمانا عرفت به أن الطغاة لفساق وفجار، يوحون للشعب أشياء ملفقة كما يموه دجال وسحار. والشعب يعرف أن الأمر منعكس ولو يشوش طبال وزمار. قل للطغاة الحاكمين بأمرهم إمهال ربي ليس بالإهمال. إن كان يومكم صحت أجواؤه فمآلكم والله شر مآل. ستدور دائرة الزمان عليكم حتما ويؤذن ظلكم بزوال. سترون من غضب السماوات العلى وإذا غضبنا فما لكم من والي. وتزلزل الأرض التي دانت لكم يوما وما أعتاه من زلزال. البغي في الدنيا قصير عمره وإن احتمى بالجند والأموال. ألا يا جامع الأموال هلا أقمت لها زمان الافتراق؟ رأيتك تطلب الأبحار جهلا وأنت تكاد تغرق في السواق. إذا أحرزت مال الأرض طرا فما لك من فوق عيشك من طراق. أتأكل كل يوم 1000 كبش وتلبس 1000 طاق فوق طاق؟ وما نفع الدراهم مع جهول يباع بدرهم وقت النفاق. أقول لكم يا أصدقائي ويا رفاقي هذا زمن الكذب والنفاق. فاكذبوا واكذبوا حتى يكون كلامكم عند الناس حلو المذاق. وإياكم والصدق فإنه إثم وصاحبه يلاقي من الأذى ما يلاقي. وعاشروا من شئتم من الناس وليكن جلهم ومعظمهم من الفساق. إذا شئت أن تحيا سليما وذكرك عند الجيران باقي فاسرق وزني وكن قوادا سيقال عنك بأنك إنسان أخلاقي. كن خائنا وسارقا ومجرما يعلو شأنك وتصل إلى الآفاق. كن عميلا وجاسوسا ومخبرا فأنت مواطن صالح ومن الحذاق. كن عدوا للدين واكفر بمبادئه فليس لك ذنب على الإطلاق. لأنك لست خطرا على أمن الدولة وزوجك طلقها
فأنت تفهم معنى القيم والحضارة وتبعد نفسك عن الخلاف والشقاق. أقول هذا القول وأعلم أني مخطئ، لكنه كان يدور في أعماقي. ماذا أقول لك يا صاحبي والحديث يطول ويطول؟ أحداث أمتي قد آلمتني، فلذا تراني يا أخي مذهول. كثر الأعداء عليها، لكنها من ذلها عن نفسها مشغول. أرى الأحرار في بلادي لا يستطيعون أن يقولوا ما يقول. أعواد المشانق بانتظار لمن يقول للطاغوت لا يا جهول. وإذا ما قلت حقا مرة قال لي الناس لا يا بهلول. فكيف أعيش حرا أبيا ولساني في فمي مقفول؟ عدو ديني يسول ويجول، وأنا وحدي مقيد مكبول. وإذا ما جاء يوم الكريهة فأنا البطل لمغوار فعول. دعني أقل لك بصراحة من صار مع الحق فهو مهبول. أرى الحكام في هذا الزمان لا يخافون إلا من الأمريكان. وإذا ما سلط الأعداء عليهم فجأة وأحيط بهم البلاء من كل مكان استفاقوا ونادوا أين الرجال؟ أين المدافعون عن حمى الأوطان؟ يا ويحكم يا مجرمون، تبا لكم قد كذبتم علينا طول الزمان. نفاقكم بات مفضوحا ومكشوف لنا، والعمالة لا تحتاج إلى برهان. كم خدعنا، كم قد خدعنا بكم 1000 مرة ومرة، ولكن من الجهل والنسيان. علماء السوء ويا للأسى قد انحرفوا، فصار الحق مبتور اللسان. باعوا نفوسهم دراهم بخس يفتون الفتاوى على هوى السلطان. فأصبح الناس والعياذ بالله من قهرهم يكفرون بالدين والإيمان. ما أطيب العيش في بلادي لولا زمرة من الأوغاد. ماذا أقول وماذا أنادي إن كنت خائفا على أولادي؟ قد قالها غيري متحديا فأصبح الآن تحت الرماد. يا بلادي كم أنت عزيزة، ولكن من الفساد والفساد. منذ زمان ونحن نعاني ما نعاني من الظلم والاستبداد، والشعب لا يتحرك إلا ويمارس عليه أشد أنواع الاضطهاد. ثم يقولون نحن من نحن؟ نحن أولى من رب العباد. والحاكم المهزوم حفظه الله لا يعرف الله إلا في الأعياد. ويستغلون الدين خبثا ودناءة، ويؤمنون بالكفر والإلحاد. يا طواغيت العصر، يا طواغيت العصر، هل نسيتم ما جرى لحكام بغداد؟ كيف أنهم قد طغوا وبغوا؟ إذا فكان زوالهم على يد الأسياد، وقد أمهلوهم ليزدادوا سوءا ولينفضحوا على رؤوس الأشهاد، ولكي يقال بأنهم قد أتوا ليخلصوا الناس من الأصفاد. هل هذا هو الحق ما يقال، أم أنه مخطط بعيد معادي؟ أنا لا أعقب على هذا، بل أترك التعقيب للأفراد. شعري أنا يشبه بضاعة التهريب، فلذا تروني أخاف من الرقيب. نعم أنا أخاف منه حقا، لكنني أظل ألعنه من الصباح حتى المغيب. همومي وأحزاني كثيرة لا تنتهي، وجلها يتعلق بوطن الحبيب. وطني وأرضي وأنا فيه غريب، ينظر إلي الحاكم نظرة المستريب. إذا ما تكلمت عن الأعداء بسوء اتهموني بأني أدعو إلى التخريب.
وإذا ما مدحت أعدائي من قهري قالوا خذوه إلى السجن للتأديب. هذا هو الذي يجعل المواطن في أوطاننا يشيب قبل أن يشيب. دعوني ألعن كل حاكم يسمع بآلام شعبه ويطنش ولا يجيب، والويل لكل عالم لا يقول الحق ولا يدافع عن الحق السليم، والويل لكل من يرضى بالذل ويعود نفسه على البكاء والنحيب. وإلى جلسة الاستراحة. وأبجى ميرك أنا هاتن قفاتي خوش بوشتغل ياما وجبو جفاتي أجنادن أم قلك الشكر واناتكن وام خير هاتن يدوادكن وجديب لأهل التعذب أم جوار بيجن ونسر سراء وسر شعباهاتن وجديب لوانا في صريح رحمتي شهيد. الفاتحة مع